شو تقول لابوكي؟ قل لابويا روح ذليلة روح ذليلة وحقك ترى روح ذليلة. اي قل لابويا روح ذليلة روح ذليلة وحقك ترى روح ذليلة. بويا ما بي حيلة ما بي حيلة فراقي وهضم ما بي حيلة. بويا خيعان يشوفك فرد ليلة فرد ليلة بويا والغابة طويلة تغيب والغابة طويلة. محلى بويا محلى ملقات ترد روح من طبل البيت والقى بويا ترد روح من طبل البيت والقاه. بويا ما حسبناه وبس يوم المفارق ما حسبناه. بويا والنوم ارتلاقى والنوم ارتلاقى يريد بينا الوكيات والنوم ارتلاقى. بويا يوجع فراقه يوجع فراقه ثار الأبو يوجع فراقه. يصبرون الفاقد قالوا له اصبر اهدى لمن هذا البكاء. يقول ما ظنت يهود ما ظنت يهود قلبي على الابو ما ظنت يهود. اي والله ما ظنت يهود يما بالبيت مريود ثار الابو بالبيت مريود. عاد هذا موقف اكو موقف مولانا عندما اخذوا بنات الرسالة. هذا الحادي التفت لزينب قال لها يا زينب لمن هذا البكاء؟ كافيك من البواكي اصبري اهدي. قالت وتريد اهلها وتريد اهلها روحيتون وتريد اهلها. والله وتريد اهلها وتريد اهلها ايش صبري الروح ما ندري ايش نقي. قالت لي اخذ اخوان عمت عين الزمان ياخذ خويا عمت عين الزمان اللي ياخذ اخوان يما صفا وحذر اللي يحل عن بالماج. والله بغير وليان خلاني زمان بغير وليان. عد مولانا يقولون اكو طفله مع بنات الامام الحسين يقولوا لها حميد هاي بنت مسلم بن عقيل. سويت هذه الطفلة من بلد إلى بلد يقولون إلى أن رجعت يوم الأربعين إلى كربلاء. هاي الطفلة وقفت شافت كل وحدة راحت يم قبر أخوها، كل وحدة راحت يم قبر ابنها، كل وحدة راحت يم قبر
تقول بويا 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 يا ابو. ما موجود بكربلاء مسلم. يقولون أخذت جانبا وضعت رأسها بين ركبتيها، أخذها البكاء والصراخ. عاد التفت زينب اجت ليها قالت بني حميدة كافيك من البواكي، لمن هذا الصراخ لمن هذا البكاء؟ تقول هذا الكتم وزاد وني بس قبر ابوي بعيد عني. هذا الكتم وزاد وني يا عم بس قبر ابوي بعيد عني. ولي ولي تون على وني يا وين والمقبرة تون على وني. انتهت وياك انتهت وياك ترى كلمة البويا ردت. إذا راح أبوك بعد هاي الكلمة تحصل بالدنيا تقل لمن يا أبويا؟ كلمة البويا انتهت وياك وياك وصار البيت ما ينطب لي. بويا يريد ملقاك يريد ملقاك ترى خن القلب الفارقية الجاني قل بويا فارقية أولا ودعاني أو ودعيته ظل خالبيته ظل خالبيته عفانا ومشى وظل خالبيته. عاد مولانا احنا خادمكم سادتنا خادمكم تدللون تردون على الأخو. ترى شوف زينب شو بعد ضيف لما اجت يوم ال40 قالت لاخويا ابو علي خويا انا اختك خويا حاكيني. عاد ما جاوب الحسين ما حاجاه تقول بلكت يا حاكيني يا حاكي الاخو بلكت يا حاكي. ويلي خويا وني انا وما كسر قلبك. يا من قعدنا وسولفنا وش قد تسامرنا وحكينا خويا تفارقي انا اشوف سرعه يا خويا تفارقي. اخي انت عن جدي وامي وعن ابي وعن اخي المسموم صلوى ولي ظهر فمذ غبت عني غاب عني جميعهم يا الله يا الله.